شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى جايه اقول لك لو عندك اي مشاكل في البشره او بالذات الحبوب، لان في حبايه بتطلع كده فجاه. بصي مفيش حد في الدنيا بشرته طول السنه تجنن، اكيد في حبوب بتطلع من وقت للتاني، فطبعا نلحقها. فانا هقول لك روتين سهل وبسيط ومش مكلف، والحبايه بتروح من تاني او تالت يوم بصي بتختفي، وعن تجربه بقالي فتره طويله قوي. النهارده هقول لك تكاتي وحركات. انت لو اول مره تشوفيني اعملي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وهقول لك كام حاجه تحافظي بيهم على بشرتك وكمان منوره وشكلها حلو والمسام بتاعت بشرتك هتختفي، بس من حاجات بسيطه كده. بصي بقى انا هقول لك الاول العلاج، بعد كده هقول لك اسباب طلوع الحبوب، عشان ده مهم جدا لو عايزه تحافظي على جمال بشرتك وبشرتك طول الوقت تبقى بنفس المستوى اللي انت نفسك فيه. لما بيطلع لي حبايه لازم استخدم غسول علاجي للحبوب على طول، دي اول حاجه. وبغسل وشي 3 مرات في اليوم، وده برده مهم جدا، ده علاج. فالعلاج لازم كل 8 ساعات، مفيش علاج بيبقى ايه مره الصبح ومره بالليل وتقعدي بقى تدهني كريمات وتنسي الروتين بتاع بشرتك. لا انا ما بعملش كده خالص. انا هقول لكم انا بعمل ايه بيجيب نتيجه بسرعه جدا من غير ما تتعبي نفسك وتجيبي كميه حاجات رهيبه. اول حاجه انا عندي 3 انواع من الغسول، هعرفكم عليهم الاول وبقول لكم انا بختار بينهم ازاي. اول واحد طبعا ميلانو، ده عشان بقى ده لسه جديد بالنسبه لي، لسه مش واخده على الشكل الجديد. ده ميلانو، ده اللي حب الشباب، ده حلو جدا جدا وسعره رخيص ومعقول وموجود في كل الصيدليات، وده مصري 100% ورهيب وعلاجه فظيع من غير ما بينشف البشره خالص. تاني حاجه بقى طبعا كولاجرا، انا بحبه برده جدا جدا جدا، في كليكوليك اسيد وفي السلاسيليك اسيد وفي كل حاجه بتطهر البشره وبتنقي البشره من غير ما بتنشف البشره. طبعا معلش شكل الصابونه مش لطيف خالص عشان ما جبتش واحده جديده لسه. الصابونه بتاعه ناتاري اكيد كلكم عارفينها، الصابونه دي برضو انا بستعملها. انا دول 3 عندي، ده قرب يخلص على فكره، فعشان كده جبت دوت، ولازم يكون عندك واحد احتياطي في البيت. طب انا بعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا بغسل وشي عادي جدا، اول مره بغسله كويس جدا وبقعد 60 ثانيه زي ما بيقولوا، يعني دقيقه كده بتعملي الغسول. تاني مره بعمل ايه؟ بغسل طبعا بالغسول بتاعك عادي جدا، بس دول لازم يكون عندك واحد ما بينهم. هنبتدي مثلا لو انت جبتي الصابونه، ارخص حاجه الصابونه، تمام؟ هنجيب الصابونه نرغيها، نعمل رغوه. انا مثلا طالع لي الحبوب في الحته دي، فهعمل الرغوه في الحته دي لمده دقيقه لوحدها. انا وشي غسلته خلاص تمام، مالناش دعوه بيه. الحته دي اللي فيها حبايه بس هعمل عليها رغوه في ايدي، واحط الرغوه هنا لمده دقيقه لوحدها، واقف كده استنى شويه. الغسولات بتاعه الحبوب دي غسولات علاجيه من المقام الاول. تاني حاجه برضو ده لو انت جايباه ومش جايبه الاثنين دول انسيهم خالص. لو انت جايبه ده بس وعندك الغسول بتاعك التاني اساسا للبشره حساسه، بتستعملي شان غسول، بتغسلي وشك كله وبتحطي على مكان اللي فيه حبايه بترغيها، لازم يبقى فيه رغوه على ايدك، يعني تحطي كميه صغنونه وترغي وتحطي على مكان الحبايه بقى هنا، الحبايه هنا، الحبايه هنا، الحبايه هنا، ايا كان مكان الحبايه، وتسيبيها برده دقيقه. تمام، خلصنا من الغسول كده تمام. اروح بقى قبل ما احط السيرم بتاعي وقبل ما اعمل كل الروتين بتاعي، انت بتعملي الروتين بتاعك عادي، انا بعمل الروتين بتاعي عادي مفيش اي مشاكل. احط ايه بقى؟ احط كندا صاب، ده ب 14 جنيه او دلوقتي قولي 25 جنيه، 14 لانه غلي مره واحده فجاه، فكان ب 14 جنيه. بصوا انا عايزه بس اوريكم سعره، هو كان موجود هنا. بصي انا سالت عليه اخر مره كان 25 جنيه بس، تمام. ده كنداسول، ده محلول، في منه اطراف، في منه مرهم، في منه الحاجات دي، بس هاتي المحلول احلى اهو. ده محلول كده. بصوا بستعمل ايه؟ حطي على قطنه على مكان الحبايه واستنيها تشرب خالص خالص، يعني استني بتاع تشرب كده وكده تمام، ظبطنا. بعد كده حطي السيرم بتاعك، الكريم بتاعك، حطي كل حاجه بتاعتك. هنيجي بقى بعد الظهر، يعني انت بتغسلي وشك الساعه 8 الصبح، ترجعي الساعه 3 الظهر او قاعده في البيت ايا كان. انا الساعه 3 بغسل وشي تاني واعمل نفس الموضوع بالظبط، وبالليل نفس الموضوع بالظبط. الحبايه دي بتختفي تاني يوم، بيقضي على التهابات الحبايه وبيقضي على الحبايه وبيقضي على حمار الحبايه من غير ما بتحطي بقى اللزقه وتكتميها والحوارات دي. تستعملي كل روتينك عادي جدا، ودي احلى تكه في الدنيا. لما تجربيها هتدعي لي قوي قوي قوي، وبكره تشوف. الكلام ده من قلبي والله العظيم، انا الكلام ده عمركم ما هتسمعوه في اي حته، لا من اجنبي ولا من عربي ولا من اي حد ولا على اي منصه، لان الكلام ده من دكاتره بقالي سنين بتعامل معاهم، ودي حقيقه. كله كان يقول لك غلطات وحاجات بجد انا كنت بسمعها، بقول الناس بجد بتسمع الحاجات دي ازاي وبتقلد الحاجات دي ازاي وعايشه ازاي في الموضوع. اول حاجه ايه السبب؟ اللي هو الحبوب، الدهون في المقام الاول. فجاه بيصحوا من تاني يوم يلاقوا مناخيرهم منفوشه وكبرت. انا مناخيري كبرت فجاه امتى؟ دي من الدهون. لو بطلتي دهون مناخيرك هتظهر، لو بطلتي دهون بشرتك هتتحسن، لو بطلتي دهون بشرتك هتكون احسن. على فكره الموضوع ده خد معايا 3 سنين، ان بطلت اي حاجه فيها زيت، بدات اقلله
كتير قوي لغايه ما منعته خالص. الدهون من العوامل الاساسيه اللي بتبوظ الجلد بتاع الجسم. الدهون الصحيه هي افيد. الدهون الصحيه يعني سمنه بلدي، زبده، الحاجات دي. انا دلوقتي باكل اكلي كله من غير اي دهون. اهلي عاملين خضار في البيت، انا باكل الخضار في البيت، اوكي. بس لما بيجوا يعملوا رز هما بياكلوا رز بشعريه، انا باكل رز ابيض معمول بالميه وملح بس. المتاح انا بعمل منه اكل صحي على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. تاني حاجه اللي بحافظ بيها برضو على بشرتي السكر. انا ما باكلش اي حاجه فيها سكر، ما باكلش اي حاجه شيبسي، ما بشربش حتى البيبسي، ما بشربش اي حاجه من الحاجات دي نهائي. بقالي دلوقتي اكتر من 3 سنين. وقفت نفسي، ظبطت نفسي، قلت انا هاخد قرار عشان انا عايزه بشرتي تبقى صحيه. الكلام ده خدته من دكاتره. الدكتور قال لي لو عايز تبقي كويسه خد حبوب. انا كان وشي ده كله حبوب، حبوب بشعه، حبوب بشعه. اول حاجه الدكتور قال لي ايه، ولو انت رحتي للدكتور هيقول لك الكلام ده والله العظيم، يقول لك بطلي شوكولاتات وبطلي المقليات وبطلي اي حاجه فيها دهون، وبيكتب لك بقى مرهم كذا والحاجه كذا. وفعلا لما بتبطلي الحاجات دي وشك بيبقى رايق، وشك بيبقى حلو، تلاقي بشرتك اتحسنت، صح ولا لا؟ بعد كده لما تلاقي بشرتك اتحسنت بترجعي تاكلي الحاجات دي تاني وتعيدي نفس القاره. فلو انت بطلتي الحاجات دي ومشيتي على الروتين اوكي، تلاقي بشرتك حلوه وجلو ومنوره وتقولي الدكتور ده عظيم، ده الدكتور ده خفف لي وده علاج الدكتور. هو بس انت بطلتي دهون. فكره لازم تعرفي جسمك ده بيعبر ان في حاجه زياده ازاي، دهون زياده ازاي، عن طريق الحبوب. انا بقول لك الشكل ليه، انا بتكلم طول الوقت على الشكل ليه، لان الشكل هو الانطباع الاول. لو انت شكلك حلو، بنتكلم بقى بصراحه، الشكل حلو مهم، الشكل مهم. ربنا خلق لنا 2 عين مش عين واحده. انت اول حاجه بتاخديها من الانطباع الاول للي قدامك شكله. دي واحده واحده، ده كويس، ده وحش، ده مش عارفه ايه، بس اول حاجه بتبهرك لك شكل. لازم تهتم بشكلك، لازم تهتم بنفسك. وعلى فكره لما بتهتم بنفسك تحس نفسك عندك الثقه زياده بنفسك، وفي نفس الوقت بتبقي اقوى، وتعرفي تتكلمي وتعرفي تقولي وبتروح اي مكان. الصراحه هقول لكم حاجه، انا عمري بس ما هقول الكلام ده غلط، انا مش عارفه ولا ايه. الانسان اللي شكله حلو واللي مهتم بنفسه، يعني لما بروح اخلص ورقه خلاص هيقول اتفضلي بس عشان شكلي. لما تلاقي حد شكله قدامك حلو غصب عنك الله، وتلاقي ابتسامه خفيفه كده، صح؟ بتلاقوا كده ولا لا؟ جمال ربنا مخلوق فيك. جمال ربنا ده لازم نحافظ عليه عشان دي نعمه ودي امانه كمان من ربنا، ما ينفعش نبوظها ونشوهها. تاني حاجه السكر من العدو الاول للبشره. السكر بيكسر الكولاجين، والسكر هو اللي بيتخن، السكر هو اللي بيعمل مشاكل في البشره احنا مش عايزينها. تكسير الكولاجين يعني انت بتستعملي اغلى انواع السيرم وبعدين ملهاش اي فايده خالص. لو انت ماشيه الحاجه اللي جوه اللي دمك بيخشها عشان يغذي بشرتك، ما هو دمك ده لما يكون في دهون، الدهون دي هتعمل ده مش هيوصل لوشك، مش هيديكي النضاره، تلاقي النتيجه اللي انت عايزاها، مش هتلاقي شكلك حلو. الحاجات دي برده مهمه، والميه مهمه، اوكي. تاني حاجه مهمه الفيتامينات. اوكي، اكلنا مش احسن حاجه. كل البيوت بناكل زي اي بيت مكرونه، فراخ بانيه، بس لما اجي اعمل البانيه بعمله في الفرن، ما احطش عليه زيت خالص، اعمله في الفرن. تاني حاجه الفيتامين دي مهمه قوي، لازم فيتامين تبتدي، لازم تروحي للدكتور. لو انت طبعا بتاخدي علاجات تانية، لو انت ما بتاخديش علاجات تانية روحي اي صيدليه، مالتي فيتامين موجوده فيها كل الفيتامينات، بتاخديها مره واحده في اليوم بعد الاكل بس خلاص انت مش محتاجه حاجه. بس لو عندك اي حاجه طبيه لازم ساعتها تروحي للدكتور تقولي له انا ينفع اخد الفيتامين ده ولا ما ينفعش اخده، عشان يبقى متوازن وفي نفس الوقت ما يعملش اثار جانبيه مع الادويه بتاعتك. ساعات الادويه مع بعض بتعمل اثار جانبيه تانية. تاني حاجه برده مهمه قوي 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 الروتين. لازم روتين اساسي لبشرتك 365 يوم، لازم طول السنه، ما تبطلهوش يوم، ما تبطلهوش يوم ولا نص ساعه. اللي هتمشي عليه تمشي عليه، زي ما بتستعملي كل يوم، حتى لو مش قادره تقومي تعملي بشرتك وقومي اعملي الروتين بتاعك، وبعد كده ارجعي نامي براحتك تاني. روتين ثم روتين ثم روتين. لو الفيديو اعملوا لايك الفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. وكمان بنات كتير قوي تستفاد من كل الكلام اللي قلناه النهارده عشان يوصل لاكبر عدد من البنات، عشان البنات انا بحبهم قوي يكونوا طبيعيين وجمال. الشكل الطبيعي نعمه، والله العظيم نعمه. دلوقتي كله بيحاول يرجع لشكله الطبيعي ويشيلوا الحقن ويشيلوا الحاجات الغريبه اللي بيحطوها في بشرتهم دي. باي باي.